من الأيام الشيخ عبد الله التستري من علماء الأمة كان جالس مع الشيخ البهائي قدس سره الشريف. عندكم فكرة؟ الشيخ البهائي عنده أسرار وعنده غيبيات وعنده كرامات، ورجل يعني ما يتسع المجال لاستعراضه بها العجال. قاعد يمه، صار الأذان، قال له الشيخ البهائي قوم تقدم صلي بينا بعد صار الأذان وانت جيت؟ قال له لا. يقول أطرق شوي، قال له لا أنا أروح للبيت أصلي يعني بمكاني بمقري. من طلعوا وسألوه جماعته قالوا له شيخنا أنت عادة ما تأخر الصلاة، تبادر بالأذان مباشرة، إيش معنى اليوم خوش فرصة وصلاة الجماعة تدري بها؟ لو أن الملائكة كتاب والشجر أقلام والبحار مداد لما أحصوا أجر ركعة واحدة من صلاة الجماعة. يعني هيك كرامته، ليش ما صليت؟ قال لهم أنا ما قدرت أضمن نفسي إذا صلى وراء الشيخ البهائي ما يصير عندي فرح، ما يصير عندي نوع من الزهو بأنه البهائي يصلي وراء جماعة، وبالتأكيد أنه هذا راح يخالطني ما ليس لله، يصير عندي حالة من العجب ويتحول عملي إلى رياء أو النسب، أروح أحترم نفسي وأصلي ببيتي. هذا اللي يتعب على تزكية النفس. قالوا له من تعلمت هذه الأخلاق؟ قال لهم وخل أقول لكم، أنا أصلا أستاذي المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي كنت أسئله بعض الأسئلة العويصة كأنما أنا أتوقع نفسي أنه أنا يعني ناجح بها. من يسأل الشيخ الأردبيلي يقول يلتفت لي المقدس الأردبيلي يقول لي أمهني، دعني أراجع هذه المسألة، يعني أريد أقرأها، أريد أشوفها، أراجعها وبعدين أجاوبك. من ينفض الدرس ياخذ بيدي يطلع بي إلى وادي السلام للمقبرة، يقول يقعد بالمقبرة يشبعها بحث وأفكار واستنتاجات واستنباط غريب يوقف عقلي. قلت له شيخنا أنت ليش هذا الطرح ما طرحته قدام الطلاب حتى الطلاب يستفيدون منه؟ قال له مو هذا الطرح إذا طرحته راح يظهر عجزك أمام الطلاب، وإذا أظهر عجزك يظهرني أنا بدور المنتصر وأخشى فساد النية. ذكر روحه. تالي يجي الشيخ الأردبيلي يريد يتوضأ، ينزل الدلو بالماء بالبير تطلع جواهر، يذبن وينزل الدلو مرة أخرى تطلع جواهر، يذبن ينزلها مرة أخرى، يقول له إلهي شيخ أحمد يريد ما يتوضأ ترى ما يريد جواهر، آخر شيء طلع على ماء. أنت شايف العمل على تزكية النفس؟ يفترض بالإنسان أن يزكي نفسه أول يلا يتعلم، وإلا وحقك إذا شال سلت شهادات أو نفسه مريضة ما تنتفع منها الإنسانية. هسه أنا خل أخدمك، أضرب لك مثل. إذا عندنا طبيب اختصاصي ناجح، افرض خلي طبيب اختصاصي ناجح، أو عندنا أجهزة رنين وأجهزة إيكو وأجهزة سونار من اليابان موديل 2016، هذا الثاني، وهذا لنفرض أن هذا الطبيب سين ضميره ميت، نفسيته مريضة، يقدر يعطلهن حتى يشتغل السوق البرة لو ما يعطلهن. هذا شبيه والله الكارت عاطل، هذا شبيه الباتري ضعيف، هذا شبيه الكيبل محروق، مو ذني السوالف. وظل الناس بالدور بالسرة، وين يروح المضطر؟ وين يولي؟ يروح العصر للعيادات يدفع آلاف الدنانير وقد ما عنده، يجوز يقترض له يبيع أغراضه لو شيء. طيب احنا نقدر نبني بلد بدون بناء ضمائر؟ مستحيل. لا ينبني بلد ولا يصير تطور ولا تشوف مستشفى ولا مؤسسة علمية ولا شارع مبلط ولا كهرباء تشتغل وتنتهي المولد إذا ما نبدأ ببناء الإنسان، ببناء الضمائر. أما إذا تبقى الضمائر على هذا على ما هو عليه، وحقك لو تجيب اليابان هنا ما يقدر يومين ثلاثة ويشردون، ما يقدروا يشتغلون. فلذلك القرآن الكريم شو يقول؟ يزكيهم ثم بعدين يبدأ مرحلة التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة.